النهارده هقدم لك اسهل طريقه للفول البيتي الطري والقوام الكريمي من غير ما يكون فيه قشره. هنعمله خطوه بخطوه وهقول لك على كل اسرار التدميس اللي هتخليه يطلع معاكي لونه مش قادره اقول لك تحفه قد ايه وطعمه اكتر من رائع، وطبعا احلى من الجاهز بكتير. بس قبل ما نبدا اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا نص كيلو فول بلدي، فول تدميس بلدي غسله كويس جدا ونقعاه لمده 12 ساعه. وهيكون معايا كمان كوباية فول مدشوش برضو مغسول ومنقوع لمدة 12 ساعة. تمام كده، ضفنا الفول والفول المدشوش. طبعا كل ده بقى احنا هنعمله في ايه؟ في حلة ستانلس، مش قادرة اقولك النتيجة هتطلع عاملة ازاي. نكمل بقية المقادير. نص كوباية عدس اصفر مغسول، طبعا ده في الوقت اللي انا يعني هدمس فيه الفول على طول. معايا ليمونة مقطوعة نصين. تمام كده. معلقة كبيرة بابريكا ومعلقه كركم صغيره، ما تكتريش الكركم عشان احنا عايزين ناخد اللون بس، مش هناخد طعم منه عشان ما يغيرش طعم الفول معانا. تمام كده. هنكون غاليين ميه كويس مغليه جامد قوي. تمام. وهننزل بيها على الفول ولغايه نغطيه كمان فوق الفول بشبرين كده. تمام. او هنحطه على النار. في الاول تكون على نار عاليه لمده مثلا 10 دقايق او ربع ساعه، طبعا مع المتابعه. بعد كده تروحي موطيه عليه خالص زي الشمع، وتروحي حاطه تحتيه ايه؟ صاجه. تمام كده. عندك بقى الفول بياخد حوالي 5 ساعات سوا. بس طبعا كل ساعة من ساعة لساعة ونص لازم بتفتحي الغطا وتشوفي هل المية محتاج مية ولا لا. طبعا لو هتضيفي مية هنضيفها مية سخنة، عشان ما ينفعش نضيف مية ساقعة خالص. تمام كده. السوا في الحله اللي في الاستانلس، عايزه اقولك بتسوي الفول، بتخليه عامل زي الزبده ما شاء الله. لازم تبقى متابعاها كويس، ما تخليش الميه تقل جامد عشان الفول ما يلزقش منك وتلاقي طعم فيش طعم شياط. تمام كده. كده تقريبا بصي الفول عمل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. كده بعد مرور 5 ساعات بصي برضو في ميه مناسبه كويسه، ما نشفتهاش خالص. في بقى تكه تحفه جدا لما انا ما كنتش متوقعه ان هي هتدي الاضافه الجامده دي كده. معايا كوبايه ربع نص كوبايه ميه، وهنحط عليها معلقه نشا كبيره. النشا تحفه جدا. هو كده كده انا عندي ميه الفول بصي تقيله عشان طبعا انا حاطه فول مدشوش، بس برضو النشا هيدي لون وهيدي كمان قوام كده جميل جدا، هتبقى عامله زي الكريمي كده. الميه بتاعته تبقى جميله طبعا، مش هتبقى يعني تقيله لدرجه ما تبقى مهلبيه، بس هتبقى متماسكه. وفي نفس الوقت يعني لونه بيتغير. بصي هو لونه كده حلو برضو، بس بعد ما نحط النشا. طبعا احنا خلصنا خلاص الفول يعتبر خلاص، قبل ما نطفي عليه ب10 دقايق هنروح ضايفين النشا بالميه. بس كده، وهنسيبه مثلا ربع ساعه كده ولا حاجه ونروح طافيين عليه النار. عايزه اقولك قوام كريمي تحفه، لون جميل جدا. جربوه بالطريقه دي وقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل